الحلقة 13 من برنامج بسمة عمل. التردد اللي بيستهلكك أكتر من الشغل. في نوع من التعب ما بيجيش من الشغل ولا من العملاء ولا حتى من ضغط السوق. في تعب اسمه تعب التردد. تقعد قدام القرار وتقول ها أبدأ، طب استنى، طب العرض ده ولا العرض ده، ولا استنى العميل يرد عليا، طب الموظف ده مشيه ولا عين ده، ولا اصبر على ده. تفضل قاعد كده، لا بدأت ولا رجعت ولا حتى نمت. انا عارف صاحب بيزنس قال لي جملة حقيقية جدا: انا بقضي نص يومي في الحيرة والنص التاني في الندم ان ما قررتش او اخد القرار. بس خليني اقول لك سر: القرار اللي مش مثالي احسن من اللا قرار. لان التردد مش بس بيستهلك وقتك، ده بيستنزف طاقتك وبيخلي الناس اللي حواليك تفقد ثقتها فيك، حتى لو ما قالوش ده بصوت عالي وعرفوك انهم اصلا فقدوا الثقة فيك. عشان كده مش كل قرار لازم يكون صح 100%، لكن لازم يكون واضح وحاضر وبيتنفذ. نصيحة ليك: لما تكون محتار ما بين اختيارين، اسأل نفسك 3 أسئلة. القرار ده يتماشى مع رؤيتي الأصلية عموما كشخص وكصاحب بزنس أو كمدير؟ لو ما خدتوش دلوقتي هيفرق ايه بعد أسبوع؟ 3. أسوأ سيناريو لو خدت القرار ده هيكون ايه؟ ولو حصل اقدر اتحمله ولا لا؟ بعدها خد القرار. حتى لو طلع في خطأ، انت كسبت الحسم وتعلمته، ومش بس كده، انت اتعلمت وخدت خبرة. سؤالي بقى ليك النهاردة: ايه القرار اللي انت مأجله بقالك اكتر من اسبوع وليه؟ وايه اول خطوة ممكن تبدأ بيها دلوقتي؟ اشوفكم في بسمة عمل جديدة.